بشرفك إن كان عندك كلمة الشرف غالي. أنت قاعد في أرض عراقية ولا دي بلد تانية؟ طب يا راجل في دولة، اعتبر يا عم، هعتبر إنها دولة. في دولة مساحتها 17,000 كيلو. عارف 17,000 كيلو دي إيه؟ ضربونا من ضربين العراق. طب في دولة عدد سكانها 4 مليون بالمغتربين. عارف 4 مليون دول ايه؟ السكان بتوع شارع الرشيد. شارع الرشيد ده يمكن اصغر شارع في بغداد. وتقول لي انك دولة؟ دولة ازاي بس يا عم؟ وعمال تهدد هنا انت بتهدد بفلوسك بس، وهي اصلا مش فلوسك، دي فلوس العراقيين. ولا نفطك نفط العراقيين، ولا ارضك ارض العراقيين، وانت مواطن عراقي. واللي ساعدك على كده بريطانيا. صح ولا انا كذاب؟ اذا في راجل شريف وعنده تاريخ غير اللي انا بقوله يكلمني فيه. دي الجزئيه الاولانيه اللي انا اقصد بيها ولاد زوجة الاسد اللي كانوا بيشتموني في التعليقات وبيهددوني ويقولوا لي، اللي يقول لي هنقتلك واللي يقول لي هنموتك واللي يقول لي والله، وكلام كتير سافل. دي رسالتي ليهم، ولا يعنيني هم في اي شيء. انا يعنيني الشعب العراقي. انا عشت في العراق 13 سنة. 13 سنة من شبابي انا عشتهم في العراق وعارف كل التفاصيل. يا اهل العراق، يا اهل العراق، انتم شعب اسود. انتم شعب اسود. في دولتين عاوزين ينزلوا منكم للحضيض، ويهمهم جدا انكم تكونوا دولة ملكوش اي سعر. دولتين، الاولى اذا كانت دولة اللي هي الكويت، والتانية ايران. دول عايزين يخلوكم في اسفل السافلين. في دولة ثالثة يعني شوية عداء بس قليل، تركيا. الكويت يهمها جدا انك ما تقفش على رجلك، لانك لما تقف على رجلك وتبقى قوي هتحارب مين؟ هتسترد ارضك. وكذلك ايران. فانت تلاقي لا لو بقيت قوي وانتفضت، ايران دي هتجري، هتطلع بره على الحدود تاني. فهم دولتين دول مش عايزينك ترجع العراق العظيم تاني. لازم تعرف كده، ولازم تتاكد من كده. لا ايران عايزاك تبقى العراق العظيم، ولا الكويت هتسمح انك تبقى عراق قوي. الدوله الثالثه تركيا. ليه يهمها انك انت تبقى ضعيف؟ عشان لما تبقى ضعيف هم يقدروا ياكلوا كردستان، ياخدوا كردستان دي يحطوها في بطنهم، اللي هي اسمها دلوقتي كردستان، اللي هو شمال العراق. اما انت لو دوله قويه هترجع كردستان تاني جوه العراق. فاهمني؟ فانت لازم ترجع قوي. ازاي؟ انا مش عارف. لازم يكون عندك حاكم وطني، ما يكونش حاكم جاي مع الامريكان. يا عم خلي الحاكم بتاعك من الحوزه العلميه، خلي الحاكم بتاعك مقتدى الصدر، خلي الحاكم بتاعك من الناس اللي هم عاشوا وقعدوا في العراق، ما هربوش، ما عاشوش بره وعنده بلد تانية وعنده بيت تاني، ياخد من البيت الاولاني ويحط في البيت الاساسي. فاللي جاي لك من بره من امريكا ده مش جاي يخدمك، ده جاي يحط في جيبه زيه زي المصري زي الباكستاني زي الهندي، جاي يشتغل يعمل مصلحه عندك ويرجع بلده. فاللي جاي لك مع الامريكان هو عراقي، هو مميز انه عراقي، لكن خلاص عمل له بيت وعيشه بره، فجاي يعمل مصلحه عندك ويرجع. اما اللي يهمه امرك مقتدى الصدر، انا مش شيعي بس هو ده اقرب واحد، ده اقرب واحد وطني على الاقل، ومع ناس تموت نفسها عليه. الحوزه العلميه كلهم برضه عايشين فين؟ في العراق. اي جندي من جنود القدام جنود الحرس الجمهوري القدام، اي حد بس يكون من المخومين واللي عايشين واللي حاسين بضرر العراق ويهمهم امر العراق فقط، دول بس اللي يبقوا حكامكم، عشان خاطر هم دول اللي هيعملوا منكم جيش تاني قوي. احنا يهمنا ان العراق ترجع قويه وجديده.
العراق وقعت وراها سوريا، وقعت وراها مصر، وقعت دول كتير. فاحنا يهمنا العراق تقف تاني. مين اللي ما يهمهوش؟ الكويت ما يهمهاش ان العراق تقف تاني، مستحيل. ما انت لو وقفت تاني وبقيت قوي هتاخد الكويت تاني، ولو وقفت تاني وبقيت قوي هتخش ايران او هتطرد الايرانيين بره، وانت بقيت سوق مستهلك تاكل وتشرب من ايران. انت فاهمني؟ فخلي بالكم من بلدكم يا عراقيين، ولازم تشوفوا لكم حاكم وطني بيحب البلد ويكون من اهل البلد. شكرا، اسف طولت عليكم، وحق لا اله الا الله، وحق لا اله الا الله. الكويت عراقيه وهترجع عراقيه تاني، بس انتوا تفوقوا. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.